في الفيديو ده ان شاء الله هخليكي لو العجين باظ منك هوريكي ازاي تصلحيه. لو ما بتعرفيش تقطعي العجين اللي هو تقرصيه هوريكي ازاي تقرصيه بالتفاصيل وبالراحة وبشويش. هنتهينا مع بعض ونسمع الفيديو للاخر، هتستفيدي كتير. بس رجاء يعني لما تستفيدي حاجة من الفيديو اعملي اشتراك واعملي لايك وابعتيلي اي تعليق منك حبيب اختك في الله. في الفيديو ده ان شاء الله تسمعيه الاخر، هوريكي فيه تفاصيل العجين، تفاصيل التقطيع ولما العجين يسيح ويلزق في بعضه هنعمل ايه. وهوريكي حاجات كتير ان شاء الله في الفيديو دوت، وان شاء الله هتستفيدي. وان شاء الله باذن الله هتعملي لي لايك وهتعملي الاشتراك وهتبعتي لي تعليق حلو منك حبيبتي. يلا الاول كده اليوم ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم، كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد. طبعا في اول يومنا مش هنقوم نعجن، بنقوم نشوف مثلا لو عندنا طيور، لو عندنا حاجه في البيت بنعملها الاول. فانا هنا كان عندي شويه فراخ زي ما انتم شايفين كده. عاوز اقول لك بقى نصيحه صغيره كده بالنسبه للفراخ البيضه او اي طيور، عامليهم اكنك بتعاملي بيبي صغير. عاملي الطيور بالنسبه للنظافه والاكل اكنك بتعاملي بيبي صغير، بيبي لسه مولود. لازم النظافه. بصوا دي نظيفه وناشفه، نظيفه وناشفه. اهم حاجه للطيور ان مكانهم يكون نظيف وناشف. هيدوكي انتاج حلو وهيدوكي مش هيزعلوكي بعد الشهر ان حاجه منهم تموت او ان حاجه منهم تعيا. فدايما هيدوكي نتيجه كويسه وهيرموا معاكي وزن بسرعه وهتبقي مبسوطه بيهم جدا. وممكن كمان اقول لكم في كل فيديو تفصيله عن كده. القناه بتاعتي بقى فيها شويه فيديوهات وحاجات حلوه، رجاء منكم تخشوا تعملوا جوله في القناه وان شاء الله هتعجبكم. نبدا بقى في العجين. العجين اولا بيبقى دقيق، طبعا كلنا عارفين الكلام ده. في الاول بيبقى دقيق. الدقيق بنجيبه لازم تنخليه كويس جدا، تحطي عليه ملح وتحطي عليه الخميره وتحطي عليه ميه، وبعد كده تبداي انك تلفي بايديكي في الميه في العجين زي ما انت ما شايفه كده، وتبداي انك تشربي العجين، تشربي العجين يعني الدقيق يشرب الميه اللي موجوده، وتشوفيه لو محتاج تاني تحطي له، مش محتاج خلاص بنصبر على كده. صلوا على سيدنا محمد. ودايما وانت بتعجني اذكري الله، دايما وانت بتعجني اذكري الله، او بتعملي اي حاجه في المطبخ ذكر الله حلو جدا وبيساعدك ان الحاجه تبقى معاكي مظبوطه وان الحاجه تبقى معاكي كويسه. نبدا بقى ان احنا نجيب العجين يمين وشمال كده علشان نتاكد ان مفيش تحت دقيق. بصوا في تحت دقيق ازاي، بصوا ان الميه تخش لحد ما تخلص الدقيق ده كله. لازم نعجن نخلص لحد ما الميه تخش للدقيق كله وكله يبقى عجين. وبعد كده بنغطي العجين وبنسيبه يخمر. لو في الشتاء بياخد ساعة، لو في الصيف بياخد ساعة ونص تخمير. لو في الشتاء ممكن ياخد ساعتين ونص تخمير، بس هو بياخد ساعتين بس برضه. هنا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. خليتوا بالكم بقى من الحتة ديت. بصي ايدك الشمال اللي بتحطيها في الزيت، ايدك الشمال وتطبطبي على الرغيف. بصي ايدك اليمين اللي بتقطع الرغيف. بصي معلش بقى في الدبان لان انا كنت على السطوح في الحته دي، كنا على السطوح ومش هنقدر ان احنا نسيطر على الدبان يعني في الهواء. اهو بصي اهو. اما تيجي بقى تحطي الرغيف جنب الرغيف لازم تسيبي مسافه، بحيث ان لو الرغيف ده لازم الرغيف هيريح، فلما يريح ما يلزقش في اللي جنبه. هنا بقى العجين ده اصلا الدقيق نفسه كان من الدقيق اللي بيسيح، فهنشوف بقى دلوقتي لما يلزق في بعضه هنعمل ايه. ادي كمان رغيف اهو، شفتيه طبعا وهو بيتقطع وهو بيتشال من مكانه 3 مرات اهو. كرري الفيديو تاني لو معرفتيش تشوفيه كويس. التالت اهو. بصي المسافه اللي انا سايباها قد ايه في اول عجين، بس عشان العجين الدقيق نفسه ما كانش حلو، ساح جدا وكان هيبوظ مننا زي ما انت ما شايف. معلش بقى في التصوير هنا التليفون مسكناه بالطول بس مش مشكله. بص شفتوا كده وانا برفعه بالعجينه على ايدي وارجع انا احطه على المطرحه. بصوا بقى المطرحه هنا اصلا انا كنت متعمده انا اعمل المطرحه دي لان المطرحه دي مكسوره. فهنشوف لما العجين بقى يبوظ او لما العجين يلم او لما يتني زي ما انتم ما شفتوا كده هنعمل فيه ايه. بصوا
ما نقولش بقى لا ده باظ، لا هنرميه، لا الدنيا باظت، لا نصلح ونعدل ونظبط، مش مشكله خالص. نعوج تاني، اظبطيه تاني. وعلى فكره ده هعدله جوه الفرن بالعود. اول ما يبدا ان هو يخش على سوا كده هنعدله بالعود. احنا عدلناه بالعود. بصوا الرغيف، بصوا الرغيف بعد ما انعدل، ما شاء الله اللهم بارك. الله اكبر. العيش عامل ازاي؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ادي الرغيف التاني اهو برضو. اللي كان تحت ده على فكرة كان رغيف لزق خالص في المطرحة، بس لزق اللي هو مش نافع، يعني معنى مش نافع. بصوا بقى كده، ده معوج اهو من الجنب اهو، ده برضو هينعدل جوه الفرن بالعود. بصوا نعوج كذا مرة. بصوا القطع، شفتوا الحتة اللي كانت مخرومة في المطرحة دي؟ هي دي الحتة اللي انا اقصدها. بصوا بقى العجين لما ساح بدأنا ان احنا نفصله ازاي. بصبعك كده وتعدي، بصبعك كده وتعدي، بس يكون صبعك معاه ردة، عشان الردة هو اللي مش هتخليه يلزق في ايدك. وادي الرغيف اهو برضو بعد ما شلناه زي ما انت ما شايفة كده. وبالهنا والشفا، ورجاء اللايك واشتراك في القناة وتعالي